انت بتستغفريني يا نور؟ مرة تقولي لي رايحة حفلة، ومرة تقولي رايحة نادي، ومعلش يا ماما أنا هتأخر في المدرسة عشان عندي بروفا، وفي الآخر تطلعي بتتصرمحي مع العيل الصايع اللي أنت بتعرفيه؟ لا يا مامي أنا إيه؟ أنت إيه؟ بتفكري في كدبة جديدة عشان تداري على كل اللي أنت عملتيه؟ وطبعا تلاقيكي لا كنتي مع صاحبتك ولا حاجة، نازلة تتصرمحي مع الواد الصايع. على فكرة أنا ما عملتش حاجة غلط. يا بجحتك يا شيخ، بعد كل الكذب ده وجاية تقولي ما عملتش حاجة غلط؟ أمال كان ناقص تعملي إيه؟ قوليلي كان ناقص إيه؟ أنت اللي اضطريتيني إن أنا أكدب عليكي. عارفة ليه؟ عشان أنت فعلا بالنسبة لي ست النظرة مش مامي. نور، أنت لو كنت ماما بجد كنت قعدتي معايا وفهمتي كل حاجة عني، وما كانش هيبقى في سر واحد أنت ما تعرفيهوش. أنت واعية يا بنت؟ أنت بتكلمي مين وبتقولي إيه؟ واعية، بكلمك أنت وبقول لك الكلام اللي أنت مش عايزة تسمعيه ولا حتى تصدقيه. على فكرة أنت ما بوظتيش علاقتي أنا وأنت بس، لا، أنت بوظتي علاقتي أنا ونادين كمان، خليتيني طول الوقت تحت تهديدها ورحمتها. عارفة ليه؟ عشان أنا وأنت مش صحاب. لا، صحابي أنا وأنت ما نعرفش بعض أصلا. نجوى اوعى اوعى، شايف اخر دلعك عملت في البنت ايه؟ عاجبك كده؟ نور، ادخلي اوضتك وضبي شنطتك وتعالي معايا. البنت دي مش هتقعد هنا تاني. انت اتجننت؟ انت ايه اللي بتقوله ده؟ هو اللي سمعتيه. نور من النهارده هتيجي تعيش معايا، وده قرار نهائي. هو انت بتحط راسك براسي؟ احنا مش عيال بنتخانق على كرة في الشارع يا نجوى. دي بنتي، واسلوبك معاها ما بيصلحش حاجه، بالعكس ده بيأذيها. يا سلام، يعني انا بقيت وحشه وكوخه وتربيتي واسلوبي هو اللي بوظوا بنتك المعوجه اصلا؟ بنتي مش معوجه، بنتي محتاجه ام تقف جنبها وفي ظهرها وتساعدها تفهم المشاعر الملخبطه اللي عندها. هو انت جاي دلوقتي تتكلم عن المشاعر والاحاسيس؟ وما اتكلمش ليه يا نجوى؟ هو احنا عشان اتطلقنا يبقى ده بقى قلب طوب؟ بقى انت عارفه كويس قوي مين سبب الطلاق. لا عارفه ولا عايزه اعرف ولا هتكلم في الموضوع ده من اصله. بس عايزه افكرك كويس قوي يا استاذ انس ان سبب طلاقنا وبعدك عن البنات هو اللي خلاني اقوم بالدورين، الاب والام. صحيح، بس انت استحليتي قوي دور الاب ونسيتي انك اصلا ام. ما البركه فيك، ما انت بقالك فتره عايش في دور الام. للاسف انت اللي اضطريتيني اعمل كده من زمان، بس مش واخده بالك. طب يكون في علمك بقى، بما ان الادوار اتعكست وانا اللي هنا الاب، اعمل حسابك ان البنت دي مش هتخرج من باب البيت ولا هتروح حته. الكلام ده فات وقته. هي دلوقتي في سنها تقدر تختار تعيش مع مين وفين. نور، اعملي حسابك انك لو خرجتي بره البيت ده مش هترجعي تاني، وانسي خالص بقى ان ليكي ام. لا ما تقلقيش، انا اصلا ناسيه من زمان قوي الموضوع ده.